أكثر من السابق. نعمل لتبقى الدولة كما بقيت في الثورة، في وقت الثورة، تبقى مصالح المواطنين، وهذا واجبنا، ماهيش مزية على شعب. قلت لهم، وهذا التزم به قبل غيري، أن نكون أكثر حرصا، أكثر عملا، أكثر جدية إن شاء الله. فليطمئن كل أبناء شعبنا أن لن يكون هناك فراغ سياسي وفراغ مؤسسات الدولة على كل المستويات. وبهذه المناسبة توجه بالدعوة إلى كل المسؤولين في الدولة في الإدارة ليكونوا أكثر حرصا لخدمة بلادنا وخدمة مصالح شعبنا. وتوجه بالمناسبة أيضا إلى أبناء كل شعب أن يكونوا أحرص الناس الآن في هذه المرحلة على تحمل مسؤوليتهم وأداء واجبهم أينما وجدوا وأينما كانت مسؤوليتهم. لن يكون هناك فراغ في المسؤولية. استقالة رئيس الحكومة لا يعني، وفشل هذه المبادرة لا تعني فشل تونس، لا يعني فشل الثورة إن شاء الله. ولذلك أوجه هذا النداء كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيل نخلة صغيرة فليزرعها، يكمل العمل متاعه. الآن ما قامش الساعة، ولا باستقالة الحكومة ولا غيره. إذن هذه دعوة وتحمل مسؤولية. هذا التزام بعهدي مع مواطنينا عندما قلت سأتنحى عندما أفشل في المبادرة، وهذا التزام الثاني التزام أكبر عندما أدينا القسم أمام الله سبحانه وتعالى باش نراعي مصلحة بلادنا ونعملوا لبلادنا لآخر لحظة. الآن ربما يسأل سائل: هل سأكون من المترشحين لتشكيل حكومة جديدة؟ أنا ما زلت على قناعتي بالمبادرة حكومة الكفاءة الوطنية، ولكن أيضا ما زلت على عهدي بخدمة شعبي، ولكن بشروط أن تكون لخدمة شعب. أي بديل آخر، أي مبادرة أخرى ائتلافية أو غيرها لا تلبي شرط نجاح التجربة، وأعني بها بالوضوح بدون الدخول في تفاصيل أن تكون الحكومة في خدمة شعبها وتبتعد عن التجاذبات وتستغرق جهدها لخدمة مواطنينا في برنامج واضح وأرضية سياسية تجمع كل التونسيين وحوار وطني بدون استثناء، وخاصة تحديد تاريخ للانتخابات. لن أنخرط في تجربة أخرى لا يكون فيه تحديد واضح مسبق لتاريخ الانتخابات، لأن نعتبر أن كل يتجزأ. ليس المهم تشكيل حكومة الآن، المهم أن تتضح الرؤية قدام شعبنا، قدام الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، قدام الرأي العام الداخلي والخارجي، متى سننجز هذه الانتخابات، متى سنكمل
نكتب الدستور ونمشي انتخابات. حتى ولو كانت ائتلافية، لابد أن تكون هذه الحكومة حكومة كل التونسيين. تخدم كل التونسيين، تدافع على كل التونسيين، تدافع على حريتهم، حقهم في النشاط السياسي، في الاجتماعات. وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في تأمينهم وتأمين حرية كل التونسيين والتونسيات. ولن تقبل أن يقوم بدورها أي تنظيم أو لجان أو غيرهم. هذه لا أقول شروطي، ولكن مطالبي، لأن العمل هو هذا العمل هو تعاقد، والتعاقد فيه طرفين على الأقل. ولهذا ولن أطلب شيء لنفسي، بل أطلبه لشعبي. أجدد أنني لن أترشح لانتخابات قادمة، ولن أسعى إلى موقع مهما كان، وأتمنى أن يكون ذلك لبقية العاملين معي. طلبي الوحيد، حتى ولو قبلت شيء آخر، أن يكون في الوضوح وفي الالتزام الجميع، ودعم هذه الحكومة من طرف الجميع، خدمة لبلادنا وخدمة لثورتنا. عاشت تونس حرة منيعة، عاش الأمل في شعبها، الأمل أن نرى تونس في أقرب وقت تخرج من هذه المرحلة، ونفتح مع بعضنا آفاق رحبة تلبي مطالب الثورة في الحرية والكرامة. وما توفيقي إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.